بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر الكريم، والذي بدأناه في كلامنا عن سيرة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انتهينا بحمد الله عز وجل في الدروس الماضية من سيرة خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهو صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل ووزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، الملهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو حفص، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال: في كل أمة محدثون ملهمون، ومحدث وملهم هذه الأمة عمر الفاروق الذي وافقه القرآن ونزل القرآن تأييدا لكلامه في مواضع مختلفة وفي مناسبات مختلفة. تكلم بكلام ثم نزل القرآن بعد ذلك يؤيد كلام عمر ويؤيد ما ذهب إليه عمر، حتى قال طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال: كنا نقول إنه يتكلم على لسان عمر ملك، من شدة موافقة القرآن لكلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هو عمر بن الخطاب؟ نسبه هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قرض ابن رزاح ابن عدي القرشي. فهذا نسبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يعد من أوصي أنساب العرب ومن أفضلهم وأنسبهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مر معنا إخواني في كلامنا عن سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بداية كلامنا هناك، عندما ذكرنا نسبه قلنا بأن النسب لا يقدم ولا يؤخر شيئا في ميزان الله تبارك وتعالى، إذ أن الميزان عند الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا هو نسبه، وهذا من فضل الله عليه أن جعله من هذا النسب النسيب الذي له مكانة بين العرب. فهو قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، وكنيته أبو حفص، لأن أكبر أبنائه أو أكبر أولاده حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصحابية الجليلة. فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، كناه بأبي حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقبه كذلك كما سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى بالفاروق، إذ أن الله تبارك وتعالى فرق بإسلامه بين الحق والباطل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين من المسلمين وكان من المستضعفين رضي الله عنه، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم ابن الخطاب. بمجرد أن أسلم عمر كما سيأتي ظهر الإسلام وأصبح الإسلام عزيزا. فقال عبد الله بن مسعود: ما كنا نستطيع أن نصلي عند الكعبة، بعد إسلام عمر صلينا عند الكعبة، بل بعد إسلام عمر استطعنا أن نرد على من آذانا من المشركين. قويت شوكة الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل لا أعلم حقيقة فوق كل ذي علم عليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لإسلام أحد إلا لإسلام عمر، كما ستأتي إن شاء الله تعالى الآن في قصة إسلامه. عمر أول من لقب بأمير المؤمنين، كما
هو ذكر ذلك للمسلمين عندما تولى الخلافة وقالوا يعني ماذا نلقبك؟ قال وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب إذا كل واحد سيأتي طيب والذي سيأتي بعدي ستلقبونه خليفة رسول الله واللي بعدنا لم تنتهي هذه المسألة. قال طيب الحل؟ قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين. فهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وحقيقة مواقفه وعبقريته كما وصفه العقاد وغيره في مؤلفاته، عبقرية عمر، عبقريته الفذة في إدارة سياسة الدولة وشؤونها، هذه لا تضاهى. ولذلك هذا إن شاء الله سيكون الوقفات معها بشيء من التفصيل في درس غدا في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا في العروقية، لأن هناك محطات كثيرة تستحق الوقوف معها. إذن هذا هو اسمه ونسبه. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل ب13 سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ ب13 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عن صفته الخلقية شكله، فذكر من رآه بأنه رجل آدم. الآدم يعني الأسمر، رجل آدم شديد السمرة. قال أصلع الرأس مفرط الطول، كان طويلا جدا بحيث أنه إذا مشى مع الناس يظن الذي يراه من بعيد أنه راكب والناس يمشون على أقدامهم من طوله المفرط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان إذا أراد أن يركب الفرس ما يركب الفرس اسمه يركب الناس شوي شوي يمسك السارج يصعد، لا، هذا ثابت عنه. أخذ الفرس بيده الأولى من